يعطيكم ألف عافية. اليوم حنعمل معجنات السبانخ بحشوة وطعم ولا أروع. أولا حنحتاج لكيلو ونص من السبانخ، نغسلهم كتير منيح لحتى يروحوا منهم الأتربة. بعد هيك حنقطعهم بهالشكل، وحنضيف عليهم كاسة من زيت الزيتون، وكمان حنضيف عليهم نص كاسة من عصير الليمون، بالإضافة لربع كاسة من دبس الرمان، وطبعا هالمكون اختياري. بعد هيك حنضيف عليهم ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، وكمان ملعقتين كبار من الملح، منضيف أو منقلل حسب الرغبة. وحنضيف عليهم 3 معالق كبار من السماق. بعد ما نضيف كل هالمكونات حنلاحظ إنه كمية السبانخ قلت للنص تقريبا. هلأ هون هالمرحلة يا إما بتضيفوا بصل أبيض أو أحمر أو بصل أخضر زي ما أنا عملت. أنا بحب السبانخ بالبصل الأخضر فحبيت إني أضيفه بهالشكل. بعد هيك منجيب كل كمية السبانخ، منحطهم بمصفاية ومنحطهم على جنب لحتى ينزلوا كل المي اللي فيهم. تقريبا بدهم من ساعة لساعة ونص لحتى ينزلوا كل كمية المي. بهالأثناء حنجهز للعجينة. أولا حنضيف ملعقتين كبار من الخميرة، ملعقتين كبار من السكر، ملعقة من الملح، وكمان حنضيف عليهم كاستين من المي الدافية، وكمان حنضيف عليهم كاستين من الطحين. حنحركهم كتير منيح، وبعد هيك منغطيهم ومنتركهم لمدة 10 دقائق بمكان دافي لحتى يتخمروا. هلأ هون بعد ال10 دقائق حيصير شكلهم هيك. راح نكمل إضافة باقي المكونات. العجينة اللي أنا بعملها هي عجينة ال10 دقائق، بس أنا بضيف عليها مكونين بيعطيها طراوة زيادة، اللي هم ملعقتين كبار من اللبن الرايب، وملعقة من الخل الأبيض طبعا. وبعد هيك حنكمل إضافة المكونات العادية اللي هي ملعقتين كبار من الحليب البودرة، وحنضيف 3 كاسات من الطحين. طبعا ضفت كاستين، وبعد هيك بخلي الكاسة الأخيرة بضيفها بالتدريج حسب احتياج العجينة. وكمان ما ننسى نص كاسة من الزيت اختياري، سواء زيت الذرة أو زيت الزيتون. أنا حبيت إني أضيف زيت الزيتون. هلأ هون زي ما انتوا شايفين بضيف الكاسة الأخيرة اللي هي الخامسة من الطحين بشكل تدريجي لحتى أشوف حاجة العجينة. طبعا هون بنستمر بالعجن لمدة 10 دقائق لربع ساعة لحتى تتكون عندي عجينة متماسكة بهالشكل. بريحها شوي وبعد هيك ببلش بالشغل. هلأ هون قبل ما نبلش إنه نمد العجينة راح نحط طحين على السطح، وبهالشكل زي ما شايفين حنبدأ إنه نفرد العجينة لحتى نوصل للسماكة المطلوبة. بتمنى منكم إنكم تضغطوا على كلمة اشتراك، تفعلوا الجرس، وتحطوا على خيار الكل، تعملوا شير للفيديو مع أصدقائكم، وتضغطوا على اللايك. هون بعد ما فردنا العجينة بالشكل المطلوب وبالسمك المطلوب، بنحط كمية من السبانخ، وبعد هيك بنطويها من 3 جهات لحتى نحصل على شكل مثلث. طبعا هون كل قطعة بنبدأ إنه نجهزها، بنبدأ بإنه نرصها بصينية الفرن. طبعا لا ننسى إنه نحط ورق الزبدة لحتى يمنع الالتصاق. وبهالشكل منرص جميع القطع اللي جهزناهم، وبعد هيك منحطهم بفرن الحرارة من تحت على 180 درجة لحد ما يتحمروا. وبعد هيك منحمرهم من الوجه وبصيروا بهالشكل.
الطعم جدًا جدًا رائع، بنصحكم إنكم تجربوه، يعطيكم ألف عافية.